السلام عليكم. في مقولة لمايك تايسون بتقول الالتزام هو أن تفعل الشيء الذي تكرهه كأنك تحبه، وفي أقوال تانية كتير من النوعية دي. قد ما تعمل عشان مفيش حد لاقي شغل الأيام دي. الفكرة كده من أولها إن أنت لو داخل الفيديو فاكرني هديلك كبسولة سحرية، اقفل الفيديو أحسن. إيه ده؟ علشان جو الاكتئاب وتأنيب الضمير ده ما بيحرقش سعرات. انت بتقول ايه؟ طب هعمل ايه يا عم عشماوي؟ ركز معايا وهات ورقة وقلم وهتكتب اللي بقول لك عليه بالحرف الواحد. صدقني مفيش حد هيقول لك الكلام ده. جبت ورقة وقلم؟ تعالى بقى أقول لك هتعمل إيه. تعال. في الفيديو ده لازم تبقى عارف ان انا هديلك خطوات عمليه كانك بالظبط جاي مركز تغذيه، يعني المختصر مش هيبقى اي كلام وخلاص كده وبس. لا فركز في الكلام اللي انا هقوله لك. اكيد جبت ورقه وقلم، لو ما جبتش يلا بقى انجز عشان عايزين نبدا الحلقه. بص يا سيدي، احنا هنقسمها واحده واحده كده. احنا هنحط لنفسنا تارجت ان انت مثلا وزنك 100 كيلو، ده المقياس اللي هناخده وهنكمل عليه بقيه الحلقه، وانت بقى هتحط وزنك وهتقيس عليه نفس الكلام. يعني لو انت وزنك 120 هتحط المقياس على وزنك ال 120، لو انت وزنك 200 هتحط المقياس على وزن 200. فاهم؟ صاحبنا بقى وليكن اسمه اي حاجه محمد مثلا وزنه 100 كيلو، هنبدا بقى نحط لنفسنا شويه قواعد كده او رولز لازم هنمشي عليها. اول قاعده او اول اساس قبل ما نبدا في الشغل او قبل ما نعمل اي حاجه هي ان انت هتوزن على نفس الميزان كل مره، وهتخفف لبسك على قد ما تقدر، ويستحسن كمان ان انت توزن بنفس الوزن. تاني حاجه هتوزن كل اسبوع مره واحده بس، وهنحددها مع بعض، وليكن مثلا ان انا هوزن يوم الخميس، يبقى انا ميزاني كل يوم خميس. ويا ريت ما توجعش دماغنا وتقعد تشغلنا بالموازين بتاعتك بقى، فروح اعمل انبادي وخلص دنيتك. واقول لك على حاجه كمان، ما تسترخصش، بلاش الانبادي ابو 10 جنيه اللي عامل زي كارت الشحن ده. محمد اضحك 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 عبد الله اضحك يلعن اضحك سجل الخطوات دي عندك بقى عشان هي مهمه. طيب تمام، حلو قوي. هنبدا نمسكها اسابيع، هنقسمها اسابيع. هيبقى عندنا اول اسبوع. اول اسبوع يا صاحبي انا مش طالب منك اي حاجه، ولا انت مطلوب منك اي حاجه. كل مطلوب منك ان انت تعود نفسك على لايف ستايل معين، عشان لما تخش في موضوع الدايت انت ما ينفعش تيجي تبقى ماشي في منحدر تنزل مره واحده، تنزل واحده واحده، تهيئ جسمك ان جسمك هيعمل دايت او هيخش في حاله نقص في المواد الغذائيه اللي هو كان متعود عليها، او نقص سعرات. يعني بعيدا عن الهري الكتير بقى، انت هتعود نفسك في اول اسبوع ان انت تغير اللايف ستايل عن طريق شويه النقط اللي انا هقولها لك او شويه الستيبس دول. اكتب ورايا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. اول حاجه واول ماده معانا هنبدا نتكلم عنها وهي السكر. مثلا لو محمد صاحبنا اللي هو وزنه 100 كيلو بيشرب كل يوم 3 كوبايات شاي ب3 معالق سكر، يعني بمعدل 9 معالق سكر في اليوم. شفت كميه الكالوري؟ انت ما بتحسش بال3 معالق في الكوبايه، لكن بتحس على مدار اليوم. فكل اللي احنا هنعمله هنبدا ان احنا نقلل الكميه. يعني مثلا هيبقى مطلوب منك ان انت تدخل لنفسك 3 معالق سكر على مدار اليوم. بمعنى انت بقى عايز توزع، عايز تشرب 5 كوبايات، عايز تشرب 10 كوبايات، بس اهم حاجه ما تخرجش عن حدود ال3 معالق سكر. حط بقى نص معلقه، ما تشربش من غير سكر، حط معلقه، اتصرف انت بقى مع نفسك. تاني ستيب معانا هبدا ان انا اقلل كميه الاكل اللي داخله جسمي. اقلل بس الكميه شويه، مش مطلوب مني ان انا احرم نفسي من اي حاجه. نفس الحاجات اللي كنت باكلها بس هبدا اقلل. مش مطلوب منك تاكل عينات على فكره. بص يا صاحبي، يعني مثلا لو انا مثلا بفطر ب4 ترغيفه، لا افطر برغيفين بس. لو انا باكل كذا اقسم الطبق ده للنص. واصلك الفكره؟ لو مثلا بتغدى حله رز، لا خليها طبق بس. حضرتك البلا شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بطير. النقطة الثالثة هتنظم توزيع الوجبات، ومختصر النقطة دي ان انت ما تاكلش عمال على بطال. بمعنى ان انت عندك 3 وجبات ثابتين، فطار غدا عشاء، وبينهم مثلا سناكات خفيفة زي مثلا فواكه. يعني ما تفطرش في البيت وتروح تفطر تاني في الشغل، بعد كده تطلع تفطر بره، وبعد كده تتغدى مرتين وتتعشى مرتين. الكلام الغريب ده ما ينفعش. الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. الستيب الرابعة ودي ما تقلش أهمية عن اللي قبلها، ان انت هتدخل اي كربوهيدرات في الفطار وفي الغداء، وهتمنعه من العشاء. ليه النقطة دي بقى؟ ان بالليل بتبقى عملية الهضم او عملية الميتابوليزم ما بتكونش في احسن حالتها. في الحالة دي اللي بيحصل ان الجسم بيبدأ يخزن الكلام ده، واحنا عايزين نمنع تخزين الدهون اساسا. واللي مش فاهم الكربوهيدرات قوي، اللي هي زي العيش والرز والمكرونة والبطاطس والبطاطا، كل ده كربوهيدرات. الخلاصة بتاعت الكلام ده كله ان انت اول اسبوع بس ما تحرمش نفسك من حاجة، ولكن حد بس من كميتها. لازم بقى تكون مسجل ميزانك قبل الاسبوع ده ما يبتدي وبعد الاسبوع ده ما يبتدي. ومثلا على اليوم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو يوم الخميس، هنفترض ان محمد سجل ميزانه يوم الخميس ويسجل ميزانه الخميس اللي بعده. من المحتمل ان محمد قل من 2 ل 5 كيلو. تخيل بالكلام التافه ده، لو التزمت بس
هتقل من 2 ل 5 كيلو. خليك فاهم ان دي مش معجزه او حاجه خارقه، لان فعلا الجسم بيبدا يقل في الايام الاولى، ولكن بعد كده بتبدا معدل الوزن بيقل شويه شويه. يعني اول اسبوع زي ما قلت لك قل 5، الاسبوع الثاني هيقل له مثلا، ممكن تاني اسبوع لان احنا التزمنا بالدايت هيقل له مثلا 5. فاهمني؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ الاسبوع الثاني بقى، وده الشغل الجد بقى بجد، الشغل بجد بقى بجد. لازم تكون سجلت اللي فات، خلي بالك عشان احنا هنسجل الجديد ده. بص بقى معايا، الاسبوع ده هنبدا ان احنا نشتغل بالورقه والقلم. يعني هنبدا نحسب سعراتنا الحراريه او الBMR اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. ممكن تحسب سعراتك الحراريه عن طرق كتير، هسيب لك لينك في الديسكريبشن تحت الاله حاسبه ممكن تحسب عليها السعرات، او ممكن بطريقه بسيطه جدا لما بتعمل جهاز الانبادي تلاقي حاجه اسمها BMR، ده معدل السعرات الحراريه اللي انت بتدخلها في يومك او المطلوب ان انت تدخلها في يومك. لما حسبنا السعرات الحراريه الحماده طلعت 2995 سعر حراري. في الحاله دي احنا هنبدا نعمل حاجه اسمها عجز في السعرات الحراريه. عجز السعرات الحراريه ده يعني احنا هنقلل نسبه السعرات الحراريه، مش هندخل اللي الجسم عايزها عشان الجسم يستخدم من الدهون اللي جوه او من الطاقه اللي مختزنه جوه الجسم، وده هو مصطلح عجز السعرات. ببساطه هشيل 500 سعره من المدخول اليومي، يبقى كده هيتبقى معاه 2495. يعني انا مطلوب ادخل لمحمد 2495 سعره في اليوم بدون اي زياده عن الرقم ده. نيجي بقى للخطوه اللي انا بعتبرها اصعبهم واسهلهم في نفس الوقت، ان احنا هنبدا نوزع عدد الوجبات على عدد السعرات الحراريه اللي موجوده جوه يوم، وهتبدا تحسب ايه بقى اللي بيخش بقك. يعني مثلا لو اكلت بيضه فانت كده دخلت عدد من السعرات الحراريه المعينه، يبقى تقسمها من يومك. واصلك الفكره؟ انا دلوقتي مثلا لو فطرت بيضتين معاهم طبق شوفان باللبن، انا كده دخلت لجسمي حوالي 635 سعره. بحساب بقى جرامات اللبن وجرامات الشوفان وجرامات البيض. يا عم عشماوي انا هعرف الكلام ده ازاي؟ اسال جوجل. والله اسال جوجل. اول مثلا ما تمسك حاجه معينه، السعرات الحراريه اللي موجوده في كذا، واصلك؟ وشوف بقى البيضه فيها كام سعر حراري. انت مش صغير على فكره، احسب لنفسك. الموضوع سهل جدا. اقعد مع نفسك قعده صفا، هات ورقه وقلم، احسب عدد السعرات، جمع طرح، هوب عملت نظام غذائي لنفسك. راجل مبالغ فيه. مع مراعاة، وحط تحت مراعاة دي 50 خط، الماكرو نيوترينز، واللي هي العناصر الغذائية الكبرى اللي هي الكربوهيدرات بروتين دهون. ما ينفعش تهمل في اي واحدة او تيجي على واحدة على حساب التانية. لازم يبقى توزيعك مرتب في ال3 عناصر دول على حسب الهدف او الرينج او التوتال اللي انت عايز توصل له اخر الشهر. زي مثلا مثال الكيتو دايت. الكيتو دايت ده هو نظام بيمنع دخول الكربوهيدرات، فانت جسمك اصلا عشان يتحرك، عشان تطلع تروح للمطبخ تطبخ نظام الكيتو دايت، فانت محتاج كربوهيدرات عشان تروح، مش محتاج فات. الفات دي الجسم بيستعملها كمصدر تاني للطاقه. بس مش هلوشك دلوقتي، خلينا في موضوعنا. عملت نظام والدنيا تمام، ويا فرحتك جيت تاني اسبوع لقيت نفسك خسيت 5 كيلو. هعمل ايه؟ هفضل ماشي على نفس النظام؟ اكيد لا طبعا. هعمل تحديد سعرات حراريه او BMR تاني. طبعا نسبه السعرات هتبقى اقل، هبدا اقلل نسبه السعرات او اعمل عجز في السعرات زي ما احنا عملناه في الطريقه الاولانيه. الكلام ده للابد يا عم عشماوي؟ اكيد لا طبعا. لحد الوزن اللي انت نفسك توصل له او الوزن اللي انت حاطط الهدف بتاعك ان انت توصل له. ولما بتوصل له بقى بتبدا تعمل عمليه ثبات في الوزن، يعني بتدخل نسبه السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها ثابته بدون عجز او بدون تحميل في السعرات او زياده في عدد السعرات الحراريه. خلي بالك الكلام اللي انا بقوله لك ده مختصر شقه ومختصر تعب على فكره. الكلام مش زي ما انت فاكر سكينه في الحلاوه او زبادي في الخلاط. لازم تبقى عارف ان الجسم ساعات بيستجيب معاك وبينزل، بس برضه مش بالسرعه اللي انت متخيلها. وساعات الجسم بينزل لليفل معين وبيرفض ان هو ينزل بعد كده، بيكون فاكر ان انت داخل في عمليه ستارفيشن او عمليه مجاعه للجسم، لان انت نسبه الاكل دخلت لجسمك. جسمك اذكى منك، لازم تبقى فاهم نقطه زي دي. انت محتاج بس تبقى ذكي شويتين عنه. هبدا بقى العب في التقسيمات بتاعتي، هبدا ادخل كربوهيدرات الصبح، هبدا ادخل كربوهيدرات مثلا في الغداء، كده ممنوع من العشاء. الجسم مثلا عمليه الميتابوليزم بتبقى الصبح، او عمليه الهضم التمثيل الغذائي بتبقى احسن حالاتها الصبح. هبدا ادخل كربوهيدرات الصبح، همنعه تماما من الغداء. هبدا العب بقى في العناصر بتاعتي، لان هو لما بيخش في الوضعيه او مود الاستارفيشن ده بيبدا ان هو يعمل عمليه عكسيه. يعني انت بتقلل له معدل السعرات اللي داخل، وهو بيقلل اصلا معدل السعرات اللي خارج. يعني فاهمني؟ واصلك الفكره؟ انت بتقول ايه؟ خلي بالك الموضوع مش هيقعد معاك اسبوع ولا 2، الموضوع ممكن ياخد معاك شهور. ولكن دي الزتونه بتاعت الليله كلها، او دي القصه اللي انت محتاج، او القصه بتاعتك ان شاء الله. لمن وعده النبي يا ري.
في النهايه كده لازم تبقى عارف ان السمنه مش مجرد رفاهيه، لا السمنه هي مرض لازم يتعالج منه، لان هي بتبقى سبب او اللي هي الزتونه بتاعت الامراض كلها. فلو وصلت لهنا عاش جدا، انا سايب لك الانستا بتاعي تحت، لو احتجت مني اي حاجه خش وهساعدك وهقول لك كل اللي انت عايزه وبصوره مجانيه كمان. بس كده يا صاحبي، اتمنى ان انا قدرت اوصل لك معلومه او قدرت افيد حتى لو شخص واحد، او اكون سبب في ان حد مثلا يقلل وزنه ويحافظ على صحته. بس كده، سلام.